السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. ما تخليش حد يحبطك. لو اي تجربة انت عايز تاخدها خدها، لازم تتعلم ولازم تجرب كل حاجة. لو نفسك مثلا انك تعملي مشروع ومعاكي فلوس المشروع ده، ما تروحيش تقولي لده وتقولي لده وتقولي لده، لان مش كل اللي حواليك هيقولك لا روحي اعملي. معظم اللي حواليك هيحبطك ويقعد يقولك مشروع ايه وهتفشلي ومش هينفع والكلام ده. لو عايزه تكملي دراستك مثلا، ما تروحيش تقولي لحد، انت من نفسك روحي كملي دراستك، عشان هيقعدوا يقولوا لك هتكملي دراستك ليه، اخرها هتقعدي في البيت ولا اكنك عملتي حاجه. ما تسمعيش كلام حد. لو نفسك تروحي تشتغلي وفي الامكانيات ان انت تشتغلي، لو انت مثلا متزوجه وزوجك موافق انك تشتغلي روحي اشتغلي. لو هتعرفي توفقي بين بيتك وبين شغلك واولادك وزوجك روحي اشتغلي. ما تسمعيش كلام حد. ما تخليش حد يقولك هتضيعي بيتك هتضيعي ولادك والكلام ده كله. ما تخليش اي حد يحبطك. لو نفسك حتى تفتحي قناة على اليوتيوب وحد قالك يا شيخة بدل ما تفتحيش قناة والكلام ده، لا جربي، لازم تجربي وافتحي، يمكن يكون حظك احسن من حظ ناس كتير. اما واحدة تيجي تقولي مثلا نفسي افتح قناة على يوتيوب، اقول لها افتحي وجربي، يمكن يكون حظك احسن من حظي. دايما الكلمه دي على لساني. اقول لهم اعملوا افتحوا قناه. يوري مثلا ما انت قناتك الاولانيه باظت، اقول لهم لا افتحوا، ملكوش دعوه بيا، افتحوا واعملوا قنوات، يمكن تكون حظكم احسن من حظي. لو عايزين مثلا تشتروا اي حاجه، ما تروحوش تقولوا لحد انا هروح اشتري، انا هشتري كذا، ممكن يحبطك ويقولك وانت هتشتريها ليه، وما يعلمش ان انت بتبقي محتاجه الحاجه دي ولا لا. اي حاجه يا جماعه انتوا عايزينها في حياتكم، اي تجربه عايزين تاخدوها، اي مشروع عايزين تدخلوها تكملوا تعلمكم، اي حاجه في اللي انا اتكلمت عنها دلوقتي اعملوا. هو لازم تجربوا لو حاجه صح. انما طبعا لو حاجه غلط لا خلاص. لو هي غلط وعارفين ان هي غلط ومتاكدين ان هي غلط وان هي هتسبب لكم مشاكل، بلاش منها وابعدوا عنها خالص. لكن لو هي حاجه عاديه مثلا زي ما اتكلمنا مثلا في القنوات، في شغل، في تعليم، في حاجة هتشتريها في البيت، حاجات زي كده، ماشي تمام. جربوا. التجارب ما فيهاش اي حاجة، واحنا عايشين طول عمرنا عايشين بنتعلم. في ناس كتيرة جدا بتعمل مشاريع وبتفشل فيها عادي، ما فيش مشكلة. بس هو اديني خدت التجربة، ربنا مش رايد لي خلاص ان انا الموضوع ده يمشي، فاهمين؟ بس ما تخلوش حد يحبطكم. الايام دي يا جماعة هتلاقوا مليون واحد بيحبطكم، مليون واحد هيقول لكم لا ما تعملوش، مليون واحد هيقول لكم ما تشتروش ما تجيبوش ما تروحوش ما تعملوش. مفيش حد هيقول لكم لا اعملوا. ما بقاش حد بيحب الخير لحد خالص خالص خالص. في واحدة ممكن تقولك نصيحة وهي بتحبك، دي تتقبلي منها النصيحة خالص، دي لو اخت ليكي، امك، اختك، اي حد مقرب ليكي. انما لو اي حد بره هيحبطك، بصراحة بيحبطوا الواحد. اي تجربة عايزة تخوضيها، خودي التجربة من غير ما تسألي حد ولا تتكلمي في اي حاجة خالص. انا يوم اخدت قرار دخول اليوتيوب، انا اخدت الاذن من زوجي. تمام، هتاخدي الاذن من زوجك. اي قرار انت حاسه ان هو حاجه لازم تاخدي راي زوجك فيها، طبعا دي مفيش، لازم تاخدي راي زوجك فيها. لو انت متزوجه. لو انت مش متزوجه طبعا هتاخدي راي امك وابوكي. مامتك وباباكي مش موجودين، هتاخدي راي اخواتك. تمام. لازم تاخدي راي حد كبير. لو هتروحي تشتغلي، هتفتحي قناه على اليوتيوب، لو هتعملي مشروع، تمام. انما ما تروحيش تسالي واحده وتقولي لها انا هعمل مشروع ايه رايك. لا، مفيش الكلام ده. هتقعد تقولك مشروع ايه وهتلعب في دماغك ومش هينفع ومش هيمشي وهتخسري وهتعملي. انما اهلك هيقولك يا لا، لازم الموافقه. مش بقولك تاخدي رايهم ان انت هتفتحي انا خلاص هفتح، لا، انت تاخدي بس ايه الموافقه منهم، وبعد كده تتكلي على الله. وما تخليش برضو حد منهم يحبطك خالص. ما تخليش حد منهم، هما لو حابين لك الخير هيقفوا جنبك وهيساعدوكي وهيكونوا في ظهرك. تمام يا جماعه، بجد انا بشوف الايام دي ناس مش عايزينك تكوني حاجه. لا، نعرف ناس كتيره جدا عملوا مشاريع
تمام. بعد طبعا موافقة ازواجهم عملوا مشاريع ونجحوا جدا في المشاريع دي، وبقى لهم اسم وكارير. وكمان كان في ناس بتحبطهم وبتقعد تقول لهم انتوا مش هتنفعوا، انتوا هتخسروا في الاخر، وبالعكس ربنا خيب ظنهم. اعرف كمان ناس فاتحين قنوات يوتيوب اتعرفوا واتشهروا وبقى من المشهورين، وكان الناس بتقعد تحبطهم وتقول لهم مش هتنفعوا على اليوتيوب ومش هتنجحوا على اليوتيوب، ونجحوا جدا جدا. اعرف كمان ناس كملوا تعليمهم، الناس كانت بتحبطهم وبتقول لهم مش هتنفعوا في التعليم، واللي يقول لهم اخركم ايه، اخرهم ان هم كملوا تعليمهم واشتغلوا وبقوا في اعلى المناصب. ما تخلوش يا جماعه حد يحبطكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.